حنا هنا يجيب لنا سكنه قال اعطيني بنتك، وين تديها؟ ما نمتش، اشرب قهوه وروح لداركم. ما نمدلكش بنتي بلا سكنه والله ما تديها. كاش المداهنه بين الامور. انا نقول لكم زوج حاجات، اللي ما يخدمش واللي ماشي عنده سكنه ما تمدولوش بنتكم. كاش مداهنه كاع خليها عندك. هكذا قال الفقهاء، اللي ما يوكلكش بنتك وما يداويهاش وما يعالجهاش خلي بنتك عندك اخويا، لا تديها تتمرمد. وإلا ما عندوش سكنه الله يعينك ان شاء الله، روح لواحد اخر. انا ما نمدلكش بنتي بلا سكنه. فهمتني؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بأول وهلة لما تسمع الكلام هذا، تسمع الموضوع هذا، تظن بأن المتكلم لا علاقة له لا بشرع ولا بدين ولا يعني يتصدر المجالس ولا هو إمام في مسجد ولا شيء. تظن أن هذا الكلام يصدر من واحد مثلا قاعدين في قهوة وراهم يتكلموا في هذا الموضوع، يعني من عوام الناس. لو قاله واحد من عوام الناس كنا سنتقبله منه، لأن الإمام عنده النظرة الشرعية غير العوام عنده النظرة الدنيوية. العالم أو المتصدر للعلم ومتصدر لأن يلقي دين الله عز وجل على الناس لازم تكون عنده النظرة الشرعية، يكون معه الدليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. يعني من حقك أنك تقول بأنه بنتي حب يكون عندها مأوى، حب يكون عندها مثلا بيت منفرد، يكون بيت يعني ساكن، لأنه من كثرة المشاكل واقعنا اللي رانا نعيشه، من كثرة المشاكل أكثر المشاكل تكون في السكن. من هذا الباب يا بني، لعله عندك بيت، لعله مثلا راك في المستقبل القريب عندك بيت، راك كذا، راك حاط مثلا ملف، راك يعني نتكلم معاه يعني باش نعطيه حلول. لأنه إذا أتاك من ترضى دينه وخلقه لازم تزوجوه. علاه؟ لأنه رانا في زمن العملة النادرة هي الرجولة والدين والخلق. يعني انت وين راح يجيك يعني هذا الرجل الذي ترضى دينه وخلقه ثم ترده؟ يعني موراه شكون راح يجيك؟ انت راح يجيك غير هذا الذي ترضى دينه وخلقه. يعني على الاقل خويا قال نساعدك اذا كنت انا يعني صاحب مال، قال اروح انا نعاونك في الكرم، اروح نعاونك في السكن، اروح نديروا حلول، اروح هكذا، المهم نربحك لانك انت لا ترد. وزيد انت تعيش في واقع وفي بلد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. تدرون هذا الفقيه هو الذي كان شنع على علماء المغرب وملك المغرب وقال لهم: أنتم فعلتم كارثة ومشكلة وفعلتم في قضية إلغاء الأضحية، وهذا لا يجوز، وكيف تضحي، وكيف، ويعلل ويؤصل ويفصل ويتكلم في دين الله تبارك وتعالى بكلام عال غال سامين. إذا الآن في أبسط الأشياء كما قال الشيخ الذي يرد عليه، وهذا رد من إخواننا بالجزائر جزاهم الله عنا خيرا، لأن العلم رحم بين أهله، ونحن مع الحق حيثما كان، ولا يهمنا أن يكون من بلد أو من بلد، وإنما دندنتنا أن ينصر الحق وأن يقال الحق وأن يبلغ الهدي النبوي للأمة، هذا المقصود. ولهذا لما قال ما قال في المغرب وعلمائه والأضحية كنا نقول سبحان الله، هذا الرجل لماذا حشر عن فوق في هذا المشكل الكبير الذي فوقه؟ انظروا الآن ماذا يفعل وكيف، لا حول ولا قوة إلا بالله ولا تشفي، كيف فعل بنفسه، حتى قال له الشيخ: هذا الكلام لا يليق أن يكون من إنسان عنده علاقة بالدعوة والإرشاد والوعظ، وأن يكون في الميدان، في ميدان الدين والتبليغ، وإنما يكون من العوام. لا إله إلا الله. حتى قال: لا علاقة لمن يقول هذا الكلام بالدعوة وبالتبليغ وإرشاد الناس. إذن هذه القضية أيها الأخيار قد توضحت. هو يقول: نسأل الله تبارك وتعالى الهداية، هذا من باب التذكير والتوضيح والنصح فقط. نحن إخوان الحمد لله نسأل الله أن يهدينا، وكلنا لنا أخطاء، نسأل الله تبارك وتعالى أن يسددنا وأن يكون النصح متبادل بيننا، لكن بأدب ولطف. نحن عيبنا عليه لما تكلم في المغرب وملكه وعلمائه، تكلمنا عليه أكثر ما رددت عليه من قضية الأخلاق والأدب. أين أدب العلماء وأخلاق العلماء وأين رد العلماء؟ هو يتكلم بطريقة حتى قال: أنا هذا الذي قال هذا الكلام لا أذكر اسمه، والله ما أذكر اسمه. سبحان الله، الاسم اسم الله، اسماء الله،
وفلان وفلان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الكفار بأحلى ما يعجبهم. يا أبا الوليد، وهو من هو؟ أكابر الكفار من صناديد الكفار، يقول يا أبا الوليد، لأنه يعلم أن أهل العرب يحبون الكنية ويقول لهم بها. إذن لا بد من الإخلاق ولا بد من التبصرة حتى يسمع كلامنا ويقبل إن شاء الله. أما القضية التي يتكلم عليها هذا انزلاق، نسأل الله الهداية. يقول أنا والله ما أزوجك ابنتي إن لم يكن لك سكن وغير ذلك. نحن مع الشرع. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قال التمسوا الغنى في الزواج. كثير من الآثار أنها تدل على أن الغنى في الزواج، التمس الغنى في الزواج. من عنده فقر كما قال رب الفقراء وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. القضية لا تتعلق بالفقر والمال والسكن فيما يتعلق بالزواج، لا، القضية تتعلق بالاستقامة والدين والصلاح، حيث الإسلام الكتاب والسنة كله ركز على قضية الصلاح وقضية الدين، حتى قال صلى الله عليه وسلم والحديث في إرواء الغليل 2667 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا هو اللفظ الصحيح: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض وفي الأرض وفساد كبير. إذا سن النبي حذر، هذا تحذير. إذا آتى صاحب الخلق أزوجوه، لا تنظر لا لمال ولا الخلق، لأن المال والرزق يأتي به الله تبارك وتعالى، ومن أسبابه هذا الزواج. رأيتم كيف تحليل الأمور وكيف تبيينها واضح. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: تنكح المرأة لأربع: لنسبها ولمالها ولجمالها ولدينها. قال فاظفر بذات الدين تربت يدك. إذن مقياس والذي يختار والذي عليه الاعتماد هو الدين لا شيء آخر. ها أنت جاءك بالسيارة والمنزل وكذا وكذا، وهو سيء الخلق، بعد أيام سيردها إليك وستكون كوارث. إذن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما قال وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. على أي حال، الحمد لله إخواننا الشيوخ ردوا عليه، وأرجو أن يكون الرد ملطفا مؤدبا مخلقا، هذا الذي نريد ولله الحمد. ومن أخطأ أو وقع له شيء فليعتذر كما فعل الشيخ العدوي وغيره، وهذا هو الدين ولله الحمد، لأن الرجوع إلى الحق فضيلة دائما، ونحن مع هذا. والإنسان عليه أن يتريث وأن يتكلم بالحكمة وبالحلم، فإذا غابت الحكمة لم يكن في الدعوة إلا المفاسد والعياذ بالله. والحكمة قال ابن القيم رحمة الله عليه: الحكمة كما في مدارج السالكين. وأنا أنصح بفضل الله تبارك وتعالى نفسي والإخوان، من أراد أن يكون على بال وعلى بينة من أمر الدعوة إلى الله فليدرس، ما لا أقول فليقرأ، فليدرس كتاب ابن القيم مدارج السالكين، إياك نعبد وإياك نستعين. هذا الكتاب جميل جدا، مدارج السالكين ما شاء الله، قواعد، أصول، تقعيد، استبصار، أمور عجيبة جدا في هذا الكتاب. يقول في هذا الكتاب: الحكمة قال لك مدارها على ثلاث درجات. قال: فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. قال: وأركانها ثلاث: العلم والحلم والأناه. ثم قال: وأضدادها ومعاول هدمها، وأضدادها الجهل والطيش والعجلة. ثم قال: فلا حكمة لطائش ولا لعجول. هكذا يقول ابن القيم رحمة الله عليه. نسأل الله أن يرزقنا هذه الحكمة التي منحها الله تبارك وتعالى لصفوة خلقه للأنبياء والمرسلين، ونحن نسأل الله أن يورثنا من ذلك نصيبا وافرا بفضله ومنه. وأخيرا أيها الأخيار، لا تغفلوا ولا تنسوا الصلاة والتسليم على رسولنا صلى الله عليه وسلم، إذ هو القائل كما في صحيح الترغيب 1668 من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. اللهم اجعلنا من المكثرين بالصلاة والتسليم على نبيك ورسولك يا ذا الجلال والإكرام.